السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم مبرمجين عاملين ايه؟ انا يوسف صبري واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من قناة يوسف كودز. طب يا شباب، النهارده هنعمل نظام تسجيل دخول او ساين ان بسيط جدا ب HTML بس، فما اطولش عليكم يلا بينا. طيب يا شباب، يلا نبدأ الكود بتاعنا. طيب هنا تمام، عملنا الفايل بتاعنا سميناه signin.html. تمام، وحطينا الكود ده يا جماعة HTML بس. ماشي، أول حاجة نكتب دوك تايب HTML، وهنحط لازم العلامة أكبر منه أصغر من دي، بس علامة تعجب فوق ده. ليه؟ ده عشان نستدعي HTML عشان نكتب بيها أصلا. ماشي، بس بعدها هنحدد اللانجوج اللي عايزين نكتب بيها، اللي هي EN يعني قلنا انجلش. لو عايزينها AR معلش AR هنا هتبقى ايه عربي، بس أنا هخليها انجلش يعني. بس كده، وبعدها هنكتب هيد، ده لازم. بعدها هنكتب ميتا اتشار ست UTF شرطة 8. ده ليه؟ ده عشان اصلا يعني الكمبيوتر يفهم. يعني كده بنقول للكمبيوتر اللي احنا هنكتبه ده ايه، حروف لغات، فاهم؟ فهو هيستوعب بقى، هيجمع كل اللغات بقى والداتا اللي عنده، هيفهم ان ده لغة عربي او كده. عشان لو كتبنا عربي من غير دي ممكن يظهر له كرموز غريب. ماشي، عشان هو بيفهم انجلش بس يعني. بس هنكتب التايتل، هنسمي الصفحة بتاعتنا ساين ان عادي جدا بس. وبس كده، وهنا هننهي الهيد بتاعتنا. الهيد دي بنكتب فيها حاجات اساسيه مش بتظهر في صفحه الويب بتاعتنا. ماشي، بس بعدها هنكتب البادي ده اللي هو اللي بيظهر في صفحه الويب بتاعتنا. هنكتب بقى عنوان هنسميه ايه، H2. مش هنسمي العنوان H2، هنسمي العنوان ساين ان. بس H2 دي اللي هي زي الحجم بتاع العنوان، هنخليه H2. لو H1 هيبقى حجمه كبير قوي. بس كده، وهنكتب هنسمي بقى هنعرف اللي احنا عايزين نعمله اللي هي فورم. هنعمل فورم طبعا عشان ساين ان دي بتبقى فورم. بس هنا اكشن شباك وميثود بوست، ده اللي هو ايه، اي فورم طبعا بيبقى ليها ايه، داتابيز. احنا مش عاملينها داتابيز، لسه هنعملها فيديوهات جايه ان شاء الله. بس فالداتابيز دي ايه، احنا بنقول للاكشن ان هو يبعتها على ايه. هنا بنحط بقى اللينك بتاع الداتابيز بتاعتنا. حلو، هو هيبعتها هنا، بس هنا عشان ما عندناش داتابيز فنحط شباك. هو كده مش هيبعتها على حاجه، تبقى بس واجهه بس. الميثود بقى هتبقى بوست. ليه؟ الميثود اللي هو الطريقه اللي بيبعت بيها بتبقى بوست اللي هو بتبقى مخفيه، اليوزر مش بيعرف ان بياناته اتبعتت هناك، ما بيظهرلوش على الشاشه كده بيقول له بيانات بعتت. بس كده. لابل اللي هي ايه، قسم في الفورم دي، هنسميه بقى ايه، فول يوزر نيم. هنعرف البتاع ده ان هو يوزر نيم بس، وهنكتب يوزر نيم وشرطين في بعض، ويوزر نيم وشرطين في بعض، ونكتب بقى الحاجه بتاعتنا، ونقفل اللابل بتاعتنا. بص السلاش دي اللي بتقفل اللابل، نعمل سلاش وبعدها نكتب اللابل بس. هنا سلاش تايتل برضو بس كده. وبعدها بقى هنكتب انبوت. التايب هيبقى ايه، هيبقى تكست عشان يوزر نيم ده تكست. الاي دي هنعرفه بان هو يوزر نيم. النيم هنسميه اللي هو يوزر نيم بس كده. required هنا ايه، required دي ده اللي هو بيقول لك لازم تكتبه. عارف لما تملى فورم كده وساعات تعدي كده وتنسى حاجات وتيجي تعمل سبميت، فيقول لك ايه، لا انت ناسي حاجه فوق لازم تكتبها، فبيقول لك required اليوزر نيم ده لازم تكتبه بس. وهنا بي ار وشرطه وبعدها بي ار، دي ايه، دي اللي هو عشان تاخد يعني زي مسافه ما بين دي. عارف شيفت انتر اللي هو بتاخد سبيس ما بين سطر وسطر، هي بي ار دي نفس الكلام بس. وهنكتب لابل تانية هنا ونفس الكلام، هنكتب باسورد وكده معلش بس. وهنكتب برضو التايب هيبقى ايه، هيبقى باسورد، والاي دي باسورد، والنيم باسورد، وهنخليها برضو ريكوايرد، وهنكتب البي ار بتاعي. وهنحط بوتن في الاخر، ده ايه، ده هيبقى للسبميت. هو بيعرف ان ده سبميت، هو في الداتابيز بتاعته متخزنه ان ده سبميت. ماشي، بس وهنسميه ايه، ساين ان. حلو، بس كده. وبعدها هنقفل الفورم بتاعتنا، احنا فتحناها هنا فوق، هنقفلها تحت بقى وبس. وهنقفل البادي برضو، وهنقفل ال HTML اللي احنا برضو فتحناها فوق وبس كده. ويلا بينا بقى ايه، نجرب الكود. طيب يا شباب، اهو دي الصفحه اللي احنا عملناها بس. كاتب لك هنا ساين ان فعلا، وهنا يوزر نيم وهو عاملها بشكل فورم بس. وهنا بقى هتكتب ايه، اليوزر نيم بتاعك بس. اليوزر نيم اللي هو ايه، الايميل قصده يعني بس. فهنكتب مثلا اي حاجه example.gmail.com. example هو مثال يعني بس كده، example@gmail.com بس. وهتكتب بقى الباسورد بتاعك مثلا 1 2 3 4 5. هو بص بيخفيه، ماشي، تقدر هنا ايه تشوف بس. وفي الاخر بقى بتدوس هنا ساين ان. هنا المفروض بقى ايه، البيانات اختفت صح. ليه؟ عشان هو بيكون المفروض ان هو بعتها لايه، للداتابيز اللي هي ايه، اللي هي مش موجوده حاليا عندنا يعني، بس هنعملها.
بس كده ده الواجهه بتاعتنا، وده ب HTML بس. ممكن كمان تحسنه، تجيب ساين ان دي في النص هنا كده بس، وتحسن بقى الكود. وده ان شاء الله هنعمله في الفيديوهات اللي جايه، فتابعونا. وبس كده، وده كان المشروع بتاعنا. وبس كده، وده كان الفيديو بتاعنا النهارده. ما تنساش بقى تحط اللايك بتاعك وتدوس على زر الاشتراك اللي تحت، ولو عندك اي فكره مشروع عايز نعملها الفتره اللي جايه اكتبها لي تحت في التعليقات. وبس كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طب يا شباب، النهارده نعمل نظام تسجيل دخول او ساين ان بسيط جدا ايه الصوت ده؟